إيطاليا من أكثر البلدان زيارة في العالم، وهي مليئة بالجمال بدءا من المأكولات الراقية إلى جمالها الطبيعي. إليك أماكن السياحة في إيطاليا. هناك الكثير لرؤيته والقيام به في إيطاليا البلد الأوروبية الجميلة، لذلك عند اختيار أفضل الأماكن السياحية في إيطاليا يجب عليك إعداد قائمة حتى تتمكن من الاستمتاع بالوجهات أكثر، وتكون لديك معرفة عن الوجهة التي تزورها وكيف يمكنك الاستمتاع بها. لذا من أجلك جهزنا لك قائمة تحتوي على أفضل أماكن السياحة في إيطاليا. أماكن سياحية في إيطاليا. إيطاليا هي الدولة التي تضم واحدة من أقوى الإمبراطوريات في العالم، وهي الإمبراطورية الرومانية، وهي واحدة من أغنى الوجهات الأوروبية في الثقافة والتاريخ، حيث تعد مدن عصر النهضة بجمالها وثقافة البحر الأبيض المتوسط وفن الطهي ضمن أجمل معالم سياحية في إيطاليا. ومن أهم أماكن السياحة في إيطاليا ما يلي: تم إعلان هذه المنطقة الواقعة في الساحل الشمالي الغربي لإيطاليا كموقع تراث عالمي من قبل اليونسكو، وهي واحدة من أجمل الأماكن السياحية وأكثرها زيارة في البلاد. 1. سينكوي تير الملونة. ميزتها الرئيسية هي أرضها المرتفعة التي تغرق بشدة في البحر أوروغرافيا، والتي أدت إلى إنشاء تراسات وبلدات تقع على مستوى المنحدرات باتجاه ليغوريا. تتكون المنطقة من مدن مونتيروسو وفرنازا وكورنيجليا ومانارول أوريو ماجيوري التي تمتد على طول ساحلها بين النتوءات الصخرية والخلجان والوديان. جعلت منازلها الملونة واحدة من أكثر المناطق السياحية في إيطاليا التي تتميز بالتصوير وزيارتها، كما أن شواطئها تتميز بالرمال الناعمة والمياه الصافية، وهي الأكثر زيارة في فصل الصيف. 2. حديقة الكولوسيوم الأثرية. تتكون هذه المنطقة الأثرية المحمية من المنتدى الروماني وتل الآتين وسيرك ماكسموس ودوموس أوريا ومنتزه كولي أوبيو والكولوسيوم نفسه، كما أنها تجمع بين بقايا الإمبراطورية الرومانية القديمة. وستجد في هذه المنطقة العديد من المعابد والأعمدة والأقواس والمدرج في حالة ممتازة. يقع منتزه الكولوسيوم الأثري في قلب روما العاصمة القديمة للإمبراطورية واليوم في إيطاليا. 3. شرطة المنتدى الروماني. منطقة مركزية في العاصمة الإيطالية، كما يعد المنتدى الروماني الآن مكانا سياحيا لأنه محاط بالتلال، ومن خلال بقاياه من الممكن إدراك شكل المساحات الحضرية خلال الفترة الثالثة من الحضارة الرومانية. يتكون المنتدى من مباني وآثار ذات قيمة تاريخية كبيرة، وهو متصل بالكولوسيوم عبر طريق سكرا. تم دفن المباني التي تتكون منها خلال العصور الوسطى في منطقة تسمى كامبو فاتسينو، وبعد التنقيب في العديد من هذه البقايا تم استخراج الرخام للمباني البابوية والأفران لصنع الجير. انتهت أعمال التنقيب الكاملة في بداية القرن العشرين، ويمكنك اليوم رؤية المباني المبنية على أطلال قديمة، وهو شيء نموذجي جدا للثقافة الرومانية. 4. برج بيزا. أيقونة لمدينة بيزا الجميلة ومرجع لإيطاليا ومن أكثر الهياكل إثارة في العالم. إنه برج الجرس الكاتدرائية بيزا مع 294 درجة تقع في بيازا ديل دومو في منطقة توسكانا الإيطالية، لها 7 أجراس كل واحدة تتوافق مع نوتة موسيقية يعود تاريخ أكبرها إلى عام 1655. هيكله يجمع بين الطراز الروماني والعناصر القوطية، وهو سمة ذات أهمية كبيرة للجمهور، إلا أن ما جعله واحدا من مناطق الجذب السياحي في إيطاليا بأنه مائلا. 5. تل بالآتين. إنها واحدة من تلال روما السبعة، وهي واحدة من أكثر المعالم السياحية في إيطاليا شهرة ومن أقدم مناطق العاصمة الإيطالية، لدرجة أن مواقعها الأثرية يعود تاريخها إلى حوالي 1000 عام قبل الميلاد. 6. مشهد إتنا. تلعب البراكين الإيطالية دورا مهما في بعض مناطق البلاد، وبالأخص في جزيرة صقلية، حيث يعيش السكان على منحدر إتنا، وهو أكبر منحدر نشط في أوروبا.
أقرب مدينة إلى البركان هي كاتانيا، حيث تغادر العديد من الرحلات الاستكشافية التي تجول إثناء، حيث ترسو السفن السياحية كل يوم للتأمل في مناظرها الطبيعية المغطاة بطبقة رمادية رقيقة من الرماد الذي تهبته الرياح. كاتدرائية ميلانو. كاتدرائية ميلانو بالإيطالية دوومو دي ميلانو هي كنيسة كاتدرائية في ميلانو في لومبارديا في شمال إيطاليا، مخصصة لسانتا ماريا ناسينتي، وهي مقر رئيس أساقفة ميلانو الحالي الكاردينال ديونيجي تيتامانسي. تصميم الكنيسة مشابه إلى حد كبير كنيسة نوتردام مع بعض الاختلافات البسيطة. المسقط الأفقي مبني على النظام الشبكي وينتهي ب5 حنيات في منطقة المذبح. نظام التغطية عبارة عن قبوات متقاطعة. كاتدرائية ميلانو. تعد كاتدرائية ميلانو في إيطاليا ثالث كنيسة في أوروبا ضخامة بعد كاتدرائية سان بيتر في روما وكاتدرائية سان ميشيل بأسبانيا. أرسى قواعدها جيان فاسكونتي عام 1385 مترا، واكتمل بناؤها بأمر من نابليون الأول بين عامي 1805 ميلاديا و 1813 ميلاديا. وأصل كلمة دومو لاتيني دومس، ويعني المنزل، ويقصد هنا منزل الله كما هو الحال لمعنى كلمة الكاتدرائية كثيري، والتي تحمل نفس المعنى هاس أوف كود أو دومس ديي. وتضم الكاتدرائية من الداخل الكثير من اللوحات لأشهر الرسامين العالمين، كما تضم تماثيل وأعمال فنيه أكثر من رائعة. وعلى حدود القاعة من اليمين تجد توابيت زجاجية وقد حفظ بداخلها جثمان بعض الأساقفة السابقين للكاتدرائية، وفي الأمام تجد بيانو ضخم جدا وقد نقش بنقوش فنية تبهر كل من يراها. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.